اعلموا حتى أؤصل الموضوع أن هناك تشابها بين اليهود وبين الشيعة. هذا التشابه قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. احفظوا معي إلى النقطة الأولى. قال ابن تيمية أن اليهود قالوا لا يصلح في الملك إلا آل داود، كذا قالت الرافضة لا يصلح الملك إلا في آل علي، لا يصلح الملك إلا في آل علي. ثانيا قالت اليهود لا يخرج أحد للجهاد حتى ينزل المسيح الولها مشيح، وحتى ينزل السيف ويأتي الصوت من السماء. قالت الرافضة لا جهاد حتى يخرج المهدي وينادي مناد من السماء. الثالثة اليهود يؤخرون الصلاة إلى وقت اشتباك النجوم، كذا الرافضة يؤخرون صلاة المغرب إلى وقت اشتباك النجوم. الرابعة اليهود حرفوا التوراة، كذا الرافضة حرفوا القرآن وقالوا أن القرآن يبلغ عدده 18,000 آية، أي أن أكثر من ثلثي القرآن قد ذهب. اليهود لا يرون المسح على الخفين، والروافض لا يرون المسح على الخفين. اليهود يبغضون جبريل ويقولون أنه عدونا من الملائكة، والروافض يبغضون أيضا جبريل ويقولون إنه نزل بالوحي على محمد وكان الأصل أن ينزل على علي. اليهود والنصارى أنصفوا أصحاب أنبيائهم، والروافض هم شر الناس في هذا الباب، بمعنى أن اليهود حينما سئلوا عن أصحاب موسى تكلموا فيهم بخير، وأن النصارى حينما تكلموا عن أصحاب عيسى من الحواريين تكلموا فيهم بخير. أما هؤلاء الروافض فكفروا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.